السلام عليكم، ايه الاخبار؟ حضروا كوبايه الشاي او النسكافيه وتعالوا نحضر الكشري بتاع المحلات بالظبط بنفس التكات بتاعته كلها، وصلصه المحلات والبصل المقرمش، واكيد لازم نحضر الدقه وشطه الزيت والصلصه بتاعت كشري المحلات. يلا نبدا مع بعض. عايزه اوضح لكم بس انه في العادي لما بنعمل الكشري بنعمل كل الخطوات مع بعض في نفس الوقت، لكن انا هنا النهارده هحاول ان انا اخلص معاكم صنف صنف، او يعني حاجه مع بعض، بحيث ان احنا ما تتلخبطوش مني واحنا بنتكلم. واول حاجه خالص كنت بدات الصبح ان انا نقعت الحمص لمده ساعتين، بعد كده غيرت له الميه بتاعته، وضفت عليه كمان فص ثوم وكزبره وكمون وشطه، وضفت عليه معلقه صغيره من البهارات وطماطميه او معلقه من الصلصه، وبعد كده رفعته على النار وسبته لغايه ما الكشري استوى تمام. والعدس كان منقوع في ميه مغليه، بعد كده رفعته على النار بعد ما اتنقع لمده نص ساعه، ابتديت ان انا اضيف معاه معلقه من الكمون، وقبل ما يقرب يستوي ضفت له كمان الملح بتاعه. كده في خطوه واحده بس باقيه للعدس هقول لكم عليها اول ما نحضر البصل بتاع الكشري. واساس الطعم بتاع الكشري بتاع المحلات بيكون البصل المقرمش او الورد. يلا نبتدي نحضره مع بعض وهيفضل مقرمش معاكم لتاني يوم. اول حاجه خالص بنبتدي ان انا نقطع البصل بتاعنا شرايح او جوليان بالطريقه دي. اهم حاجه ان هو يكون شرايح رفيعه، ولازم نتاكد ان البصل بتاعنا ناشف وما فيهوش ولا نقطه ميه، والكل بصله بضيف لها نص معلقه من النشا ونص معلقه من الدقيق. بعد كده ببتدي ان انا اقلبهم مع بعض كويس جدا بالطريقه دي لغايه ما بتاكد ان الدقيق والنشا غلفوا كل حبات البصل، ما بقاش فيه اي جزء من البصل مش متغلف بيها. وفي الوقت ده بكون مجهزه طاسه او حله عندي بكون فيها ضايفه فيها زيت، يعني يفضل ان هو يكون زيت غزير شويه. واول ما الزيت بيبتدي يسخن باخد جزء من البصل، طبعا باخد كميه قليله جدا، وابتدي ان انا انخلهم كده كويس جدا بحيث ان انا انزل منهم الدقيق والنشا الزياده، وبعد كده بنزلهم في الطاسه. بلاحظ ان انا مش بملى الطاسه او بنزل فيها كميه كبيره زي ما انتم شايفين الكميه اللي انا كنت ضايفاها. بعد كده باخدها انزلها على مصفى وبسيبها في المصفى لغايه ما بتتصفى كويس جدا، وبعد كده ببتدي ان انا افردها على صينيه، مش بطلعه على مناديل خالص. وبعد ما بيبرد شويه في المصفى وينزل الزيت الزياده اللي فيه ببتدي ان انا افرده على الصينيه وبسيبه مفرود، ومش بنزل البصل السخن على البارد. بعد كده بديله رشه ملح بعد ما بطلعه. والزيت بتاع البصل طبعا هو اساس الكشري واساس طعم الكشري بتاع المحلات. هاخد كميه من الزيت على حسب كميه الرز اللي انتوا هتعملوها، وابتدي بعد كده اول حاجه انزل عليها الشعريه بتاعتي، وابتدي ان انا اقلبها في الزيت كويس جدا، وهنا بديها درجه تحمير اغمق سنه صغيره من الرز بالشعريه العادي. بعد كده بنزل عليها الرز، انا كنت غسلاه ومصفياه كويس جدا، وابتدي ان انا اقلبه في الشعريه لغايه ما بيبتدي ان هو ينشف شويه كده. بعد كده بنزل عليه بالبهارات بتاعتي، واللي كانت عباره عن ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره، وضفت معاهم كمان رشه صغيره قوي من البهارات المشكله، او تقدروا تضيفوا عليها كمان من بهارات الكشري. ولغايه ما اتاكدت ان الزيت غلف كل حبات الرز والشعريه كويس جدا، ابتديت بعدها ان انا انزل عليه بالميه بتاعه الكشري وكانكم بتاعه الرز، وكانكم بتعملوا رز بشعريه عادي جدا. بعد كده رفعته على نار عاليه وسبته لغايه ما غلى، هديت عليه النار وسبته على نار هاديه لغايه ما استوى. نيجي بعد كده لمكرونه الكشري. رفعت حله على النار وكنت حاطه فيها ميه وسبتها لغايه ما غلت. بعد كده ضفت فيها الملح والفلفل، ومفروض هنا اما انكم تضيفوا بهارات كشري، او هنا انا استخدمت البهارات المشكله بتاعه الضحى. وضفت فيها نوعين من المكرونه، مكرونه سباجيتي والمكرونه اللي هي الصغيره خالص دي. المكرونه الاسباجيتي هنا انا كنت مكسراها على 2، الافضل انكم تكسروها على 3 بحيث ان هي تكون اسهل في الاكل، ولو في اطفال طبعا هتكون اسهل عليهم، وافضل من انكم تكسروها على 3 بس. وضفت عليها حوالي 3 او 4 معالق من الزيت بتاع البصل، وبعد كده سبتها لغايه ما استوت تماما. بعد كده طلعتها على مصفى، وهنا ضفت عليها حوالي 5 معالق من الزيت لان كنت عامله كميه كبيره من المكرونه وحابه ان هي تفضل مفرفره طول الوقت. بعد كده بقى نيجي للصلصات والدقه بتاعه الكشري. واول حاجه هنعملها هي تكون الصلصه الحمراء بتاعه الكشري. والصلصه بتاعه الكشري بيكون فيها بصل يا جماعه. اخدت لها حوالي معلقتين من الزيت بتاع البصل اللي كان متحمر شويه، وضفته لغايه ما اخد لون تحمير زياده شويه، وضفت عليها حوالي معلقتين من الثوم. انا هنا بقول لكم انا كنت عامله كميه كبيره. ضفت عليها معلقتين من الثوم، وابتديت ان انا اقلبه معاه لغايه ما ريحه الثوم ابتدت تظهر، بس يعني بياخد لون بسيط قوي. بعد كده ضفت عليهم نص معلقه من الكزبره، وقلبت الكزبره مع الثوم والبصل. بعد كده نزلت عليهم بحوالي 4 معالق من الخل وقلبتهم مع بعض، وكنت مجهزه في الوقت ده صلصه طماطم. والصلصه هنا كانت محتاجه انها تتخلط او تتضرب في الخلاط شويه اكتر من كده. بعد كده رجعت اخدت البيوري بتاعها وضربته بالهاند بلندر، رجعته عليها تاني، وضفت لها معلقتين من الصلصه المركزه اللي بتكون في البرطمانات. بعد كده نيجي بقى للبهارات بتاعه صلصه الكشري، واللي هتخليها 100% نفس بتاعه المحلات بالظبط. ضفت لها معلقه متوسطه من السكر، وضفت معاها كمان معلقه من بهارات الكشري، او تقدروا تستخدموا ميكس البهارات اللي قلت لكم عليه. بعد كده اهم حاجه المكون اللي بيدي صلصه الكشري الطعم المميز بتاعها نفس بتاع المحلات هي رشه من جوز الطيب، بالظبط بتديها نفس الطعم بتاع كشري المحلات بالظبط. والدقه بتاعه الكشري تقدروا تعملوها على البارد من غير ما ترفعوها على النار، او انكم ترفعوها على النار لمده 3-4 دقائق. انا النهارده هرفعها على النار. جبت كوبايه من الميه وضفت فيها كمان حوالي 4 ل 5 فصوص من الثوم،
وملح وشطه وكزبره وكمون. اكتب لكم في الكابشنز بالظبط الكميات كانت قد ايه. بعد كده بعد ما رفعته على النار وسبته يغلي شويه، ضفت عليه حوالي 4 معالق وعصير ليمونه كامله، وسبته على النار لمده حوالي من 3 ل 4 دقائق لغايه ما غلى والاطعمه بتاعته كلها امتزجت مع بعض. طبعا تقدروا ان انتوا تعملوه على البارد بميه مغليه من الكاتل. وتالت نوع من الصلصه اللي بيحضروها محلات الكشري بتكون شطه الزيت، واللي هنضيف لها حوالي 3 معالق من الزيت، وهنضيف عليهم حوالي معلقه او معلقه ونص من الشطه. وبسيب الشطه في الوقت ده مش بقلبها خالص لغايه ما بتبتدي ان هي تمتزج مع الزيت، وبتبتدي ان الروائح بتاعه الشطه والزيت كلها تطلع. واول ما الشطه والزيت هيبتدوا ان هم يغلوا مع بعض، هضيف عليها باقي المكونات، وهضيف عليها حوالي معلقه ونص من الدقه اللي احنا كنا حضرناها مع بعض، وهضيف عليها كمان حوالي معلقتين من الصلصه. وكميه الصلصه بتعتمد على ان انتوا حابين الشطه بتاعتكم تكون مشطشطه قد ايه. لو حابينها تكون مشطشطه قوي تقدروا ان انتوا تقللوا الدقه، ولو حابينها تكون مشطشطه زياده تقدروا ان انتوا تزودوا الشطه. انا تقريبا لخبطت في الجزء ده. وبكده نكون خلصنا كل الكشري بتاع المحلات بكل التركات بتاعته. والعدس انا كنت بعد ما سلقته ابتديت ان انا صفيته وضفت عليه حوالي 4 معالق من الزيت بتاع الكشري، وطبعا البصل اللي كنا حضرناه مع بعض، وشوفوا قد ايه مقرمش، ويفضل معاكم مقرمش لغايه تاني وتالت يوم. والمكرونه بتاعه الكشري زي ما انتم شايفينها مش ملزقه ببعض ومفرفره وتحفه جدا. والحمص اتسلق وبقى جاهز معانا، وانا بفضل ان انا اصفيه شويه قبل ما بضيفه على الكشري. والرز استوى خلاص وكله جاهز، ونيجي لاهم جزء، هي اننا نركب الطبق بتاعنا وندوق الكشري اللي عملناه. يا جماعه بالظبط طعمه نفس كشري المحلات، ولو اول مره هتحضروا الكشري اعملوه بنفس التريكات دي بالظبط، وهيطلع معاكم نفس الكشري بتاع المحلات، ونفس الصلصه والدقه والشطه بالظبط نفس بتاع المحلات. اتمنى انكم تجربوه واعملوه بكل التريكات اللي قلت لكم عليها بالظبط، ولو جربتوه اكتبوا لي في الكومنتس رايكم فيه.